المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. وزارة الزراعة تدعو للاستعداد للموسم الزراعي. تسجيل المباني الأثرية في كرن في التراث العالمي. ارتفاع المشاركة في التعليم في روبروبيا. 6 قتلى في هجوم لمتمردين بالكونغو الديمقراطية. ألمانيا والنمسا وهولندا تعرقل إصلاح منطقة اليورو. وانهيار أرضي يبتلع عشرات المنازل في بوليفيا. السلام عليكم ورحمة الله. دعت وزارة الزراعة المزارعين للقيام بالاستعدادات اللازمة للموسم الزراعي بالعمل على تخصيب التربة ومكافحة الآفات الزراعية. أوضح المسؤولون الزراعيون أن استخدام البذور المحسنة والإعداد الجيد للأراضي وتوفر معلومات عن الآفات الزراعية يسهم في رفع الإنتاج. وأوضح مسؤول حماية التربة وحفظ المياه في الوزارة سيد ميكائيل برهاني أن وفرة الإنتاج يتأتى من خلال حماية التربة وحفظ المياه والتخصيب، داعيا المزارعين لبناء المدرجات في مزارعهم للاستفادة القصوى من كل قطرة ماء. من جانبه أوضح مسؤول تنمية النباتات والحيوانات السيد برقه عقبة ميكائيل أن البذور المحسنة ترفع الإنتاجية ولها القدرة على مقاومة الأمراض، وعليهم تقليب التربة وتعريضها لأشعة الشمس لمكافحة الآفات الموجودة داخل التربة، والتفاهم مع المهنيين الزراعيين لاستخدام مبيدات الحشائش واستخدام السماد الطبيعي. وذكرت مسؤول وقاية النباتات السيدة الأولى مكنن على استخدام المبيدات الحشرية كخيار أخير، والعمل على سلامة أنفسهم ومزارعهم أثناء رش المبيدات. بدأت أنشطة وضع المباني الأثرية والتاريخية في مدينة كرن في سجل التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم عنسبة السيد سراج حجي أن الإقليم يضم الكثير من الآثار المستكشفة وغير المستكشفة، وتجري الدراسات للتعرف عليها ووضعها في سجل التراث العالمي. وقد منحت كرن الأولوية، وقال إن لجنة العمل المكونة قد بدأت أولى مهام الفرز وسيتواصل نشاطها على مراحل، مشيرا إلى أن الخبراء الذين اكتسبوا الخبرة لوضع مباني أسمر الجميلة في سجل التراث العالمي يقدمون العون المهني. وذكر أن المباني الأثرية لمدينة كرن التي شيدت في عهد الاستعمار الإيطالي تتماثل مع مباني أسمرة، والتي شيدت في عهد الاستعمار التركي تتماثل مع تلك التي في مصوعة. من جانبها أوضح مسؤول متابعة الموارد السياحية في الإقليم السيد فساح هابته إن معظم مباني مدينة كرن يتجاوز عمرها أكثر من 100 عام، ولها أهمية كبيرة في التاريخ والمعمار الجميل. وأشاد المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم عنسبة السيد سراج حجي بالفهم الإيجابي للشعب الإريتري لحماية التراث والآثار، وأكد على وجوب منح الآثار اهتماما كبيرا لكونها تعبر عن الهوية. ارتفعت نسبة المشاركة في التعليم في ضاحية روبروبيا بمديرية فرو، مما يعزز أهمية زيادة التعليم الثانوي. وأوضح مدير المدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في روبروبيا الأستاذ علي محمد عمر إن مشاركة الإناث في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة مشجعة، لكن العدد ينخفض في التعليم الثانوي بسبب البعد وأسباب أخرى، ويمكن فتح مدرسة ثانوية إضافية لتشجيع المقاطعات للعودة إلى الدراسة. وأشار إلى أنشطة اللقاءات لتعزيز علاقة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين للدفع بالعملية التعليمية ومتابعة الأطفال الذين فاتتهم فرص التعليم عبر برنامج عريهم. بعد الفاصل نواصل الأخبار. قتل 6 أشخاص واختطف 2 خلال هجوم شنه تنظيم القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية في مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية.
ونقلت محطة إذاعية على المتحدث الرسمي باسم الجيش الكونغولي قوله إن المتمردين وصلوا إلى منطقة إيتوري بأعداد كبيرة وتم التصدي لأول هجوم لهم، ما أسفر عن مقتل 5 منهم، القبض على آخر، وتوفي جندي متأثرا بجراحه، كما تم اختطاف طبيبين 2. يذكر أن القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية تضم متمردين أوغنديين متمركزين منذ عام 1995 في شرق الكونغو. وكانت وزارة الصحة قد قالت أنها كشفت 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالإيبولا في يوم واحد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 126 حالة، وكان العدد السابق 110 حالات مؤكدة قبل أسبوعين. وينتشر المرض في المناطق الشرقية من البلاد بأعلى معدل، أساسا بسبب سلسلة من الهجمات التي شنتها ميليشيات مسلحة. وفي الشهرين المنصرمين تعرضت 5 مراكز للإيبولا لهجمات، وقتلت الميليشيات موظفا كبيرا في منظمة الصحة العالمية قبل 10 أيام. قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن هولندا والنمسا وألمانيا تقف حجر عثرة أمام تعميق تكامل منطقة اليورو. وقال يونكر إنه لا يوجد أي تقدم في تعميق الوحدة النقدية، لأن هولندا والنمسا وإلى حد كبير ألمانيا تقف في الطريق عندما يتعلق الأمر بالتضامن في العمل والمسؤولية المشتركة. ويحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إصلاحات شاملة لمنطقة العملة الأوروبية، لكنه يواجه مقاومة من دول في شمال أوروبا لا ترغب في أن تربط نفسها على نحو أوثق باقتصادات أضعف في جنوب منطقة اليورو. وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، قال يونكر الذي تنتهي فترة ولايته كرئيس للزراعة التنفيذية للاتحاد الأوروبي هذا العام إن الاتحاد لا يريد الوصول إلى اتفاق شامل على غرار الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، التي فشلت 3 سنوات من المحادثات في تحقيقها. تسبب انهيار أرضي في بوليفيا إلى تدمير عشرات المنازل، حيث رصد السكان بيوتهم وهي تنهار واحدا تلو الآخر. وبحسب صور أبرزتها وكالة رويترز، فإن الانهيار الأرضي تسبب في تدمير 66 منزلا تم بناؤها بشكل غير قانوني على موقع مكب نفايات سابقة في العاصمة البوليفية لابهاز، ما أدى إلى تشريد المئات من سكان المنطقة. وأفادت وسائل إعلام بوليفية محلية أن 3 أشخاص من بينهم زوجان مسنان اعتبرا في عداد المفقودين جراء انهيار المنازل، في حين قالت فرق الإنقاذ إن أحدا لم يصب بأذى. ووقع الانهيار الأرضي بعد 48 ساعة من بدء عملية إخلاء المنازل التي شيدت على منحدر. وأجل المسؤولون 17 أسرة وأمروا بهدم 7 منازل بعد أن قرر المحققون أن الموقع غير آمن. انطلق مهرجان الحمار الوطني في المكسيك، وذلك لتكريم الحيوانات التي تنقل أحمال كبيرة للمواطنين وتساعدهم على تحقيق أعمالهم. وزين المشاركون في المهرجان حميرهم بالأزياء الملونة وسط حضور جماهيري كبير، فضلا عن مشاركة العديد من السياح في الاحتفال والذين يزورون المدينة التي تعتبر مقصدا سياحيا في هذا التوقيت. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.